أسوأ حاجة ممكن تعملها في حياتك هو الاعتذار المبالغ فيه. يعني ممكن مثلا انت ماشي في الشارع خبطت واحد بالغلط، فممكن تعتذر له وتفضل تعتذر وتلم عليك الناس عشان تشوفك وانت بتعتذر. ممكن نقطة تانية برضو، انت شغال في مكان فممكن عايز تاخد اجازة، فتيجي تقول لصاحب الشغل بعد اذنك انا اسف ممكن اخد اجازة. هو مفيش مشاكل انك انت تقول بعد اذنك، بس المشكلة ان في نوعية من الناس فاكرة انها لما تطالب بحقها زي اجازة او مرتب، فاكرة ان دي مثلا فيها بجاحة وقلة ادب منك، فعشان كده تفضل تقول انا اسف بعد اذنك، لكن ده حقك اساسا. ممكن مثلا نقطة تالتة، لو واحد جه اعتدى عليك طلعك عن شعورك كرهك في حياتك، ممكن انت ترد عليه بنفس الاسلوب فهو يزعل، فتيجي انت بعد كده تأنب ضميرك وممكن تروح تعتذر له مع ان هو اللي اعتدى عليك وطلعك عن شعورك. فانا مش بقولك تبقى غشيم مع الناس، لا، لكن خلي الاعتذار بتاعك في مكان المناسب. يعني ما يبقاش مثلا في واحد طلعك عن شعورك وكرهك في حياتك وبعد كده انت رديت اعتبارك، فبعد ما انت رديت اعتبارك لنفسك تروح تعتذر له عن ايه؟ انت بس رديت اعتبارك لنفسك مش اكتر ولا اقل. بس فنصيحة مني للشخصيات اللي زي دي اللي بتعتذر على طول، بطل تعتذر عمال على بطال ومتبقاش ساذج. يعني انا مثلا في يوم من الايام شفت واحد، في الناس كانت بتل منه، مثلا يبقى في مجلس قاعد فتلاقي الناس بتضحك عليه بيتنمروا عليه في القعده، فتلاقيه بيقوم بضحكه سخيفه كده ويقول انا اسف انا ماشي. ازاي انا اسف انا ماشي؟ يعني يا تمشي وانت ساكت يا ترد على الناس اللي بتتريق عليك في المجلس واحنا قاعدين. بس مفيش حاجه اسمها انا اسف انا ماشي، كده الناس تستهزئ بيك اكتر. والنوعيات اللي زي دي اللي بتستهزئ اساسا هي بتحب اللي بيرد عليها، ما بتحبش اللي بيسيبها. يعني النوعيات اللي زي دي ما بتقتنعش بحته انك انت مثلا تتقمص وتمشي، تزعل وتمشي والحاجات دي، لا عادي. النوعيه اللي زي دي بجحة، فانت لازم تبقى بجح معاها. انا عارف ان هي حته الصبر انك تصبر على الشخصيات دي بتبقى حاجه حلوه، بس تصبر عليه وتختصره، تبتعد عنه خالص، ما يبقاش مثلا واخدك ملطشه رايح جاي وانت صابر، انت كده بتستحمر نفسك. يعني معلش انت كده ساذج خالص. بس كده خلص الفيديو بتاعنا، وما تنسوش تكتبوا الاراء بتاعتكم في الكومنتات وتعملوا اشتراك. سلام.